vor allem auch die Fans. Ja, das ist ja auch طبعا طبيعي ان ما يكون في مدرب بيحقق نجاحات كبيرة زي مارسيل كولر ان هو بيجي له عروض، ده طبيعي جدا. وطبعا هو اكيد مارسيل كولر بيبقى سعيد وفخور ان هو مطلوب وانه بيجي له عروض، وده حاجة انسانية ان الانسان يبقى مبسوط ان هو مطلوب. لكن الواحد لازم ما ينساش برضو ان الانسان مفروض يقدر الاشياء اللي هو عنده، وده للاسف ما بقاش موجود في الكوره دلوقتي، وما بقاش للاسف طبيعي. ناس كتير ما بتبقاش سعيده باللي في ايديها. مارسيل كولر بيشتغل في مكان رئيس النادي بيدعمه دعم كبير جدا، إدارة النادي كلها بتدعمه دعم كبير جدا، ودي حاجة عظيمة جدا وحاجة كبيرة جدا. ناس كتير للأسف دلوقتي في الكورة ما بتقدرهاش. التقدير اللي واخده مارسيل كولر من النادي الأهلي ده معلق قلبه بالنادي الأهلي وبجمهور النادي الأهلي، فهو سعيد جدا جدا بتواجده في النادي الأهلي. an Al-Ahly und den Al-Ahly-Fans. Ja, Marcel Koller sieht seine Zukunft. مارسيل كولر شايف مستقبله مع النادي الأهلي بشكل إيجابي جدا. احنا عندنا أهداف كبيرة جدا لسه قدامنا، سواء مارسيل كولر عايز سواء على المستوى المحلي او المستوى الدولي ان هو يوصل النادي الاهلي لنقط ابعد من كده كمان. واحد مش عايز ينسى كمان تطوير اللاعبين، لان ده موضوع من المواضيع اللي مارسيل كولر بيهتم بيها جدا وفي قلب مارسيل كولر. لكن من الحاجات المهمة جدا اللي عايز اتكلم فيها ان مش دايما مارسيل كولر بس نتكلم عنه، لكن احنا عندنا معاه مساعدين مهمين جدا. معاه هارالد جيمبرلي المساعد الاول، معاه تيتسيان مدرب الاحمال، مارسيل كولر معاه مدرب حراس مرمى ميشيل اللي بقاله فترة كبيرة في النادي، يعني معاهم شغل كبير جدا. مارسيل كولر معاه مساعد كمان كابتن سامي اللي برضو عنده خبرات كبيرة جدا وموجود في النادي بقاله فترة وبيساعد مارسيل كولر. مارسيل كولر هو اللي بيقود المنظومة، لكن محتاج عناصر كبيرة كتير تانية مساعدين يقدروا ان هم يقدر يحقق النجاح. هو ما يحققش نجاح لوحده، وده مارسيل كولر بيقدره جدا للفريق من العمل بتاعه. عشان كده هو شايف ان مستقبله مع النادي الاهلي بشكل ايجابي جدا. مارسيل كولر تلقى خبر تعيين كابتن واختيار كابتن محمد رمضان بشكل ايجابي جدا كمدير رياضي، ومع الوقت تأكد ان الاختيار ده كان اختيار كويس جدا، لان مساعدة كابتن رمضان ودعم كابتن رمضان يومي للجهاز كله عظيم جدا، وده معتقد نتيجته باينة واحنا شايفينها دلوقتي في النتائج. وزي ما قلت من الاول ان الموضوع ما بقاش مارسيل كولر بس، ولكن لازم المنظومه كلها، والمنظومه كلها لما تبقى مظبوطه كل حاجه تمشي صح. فلازم ااكد على ان التعاون بينهم بقمه الاحترام. انا ما اتعاملتش كتير مع كابتن رمضان، لكن حصل بيني وبينه تواصل، لكن حسيت على طول بان هو انسان محترف جدا جاد جدا، عايز افضل شيء للنادي الاهلي. الطاقة اللي في الجهاز كله دلوقتي حاليا بقت جميلة جدا بينه وبين مارسيل كولر والجهاز. الأجواء كلها كويسة جدا، ودي أهم حاجة. باسم مارسيل كولر، وطبعا مني أنا كمان عايز إن أنا أوجه شكر لجمهور النادي الأهلي العظيم في كل أنحاء العالم. شكر كبير جدا ليهم، لشغفهم، لحبهم للنادي، لدعمهم اللا محدود للنادي. هم فعلا اللاعب 12 في الفريق، الواحد حاسس فعلا بطاقتهم وانعكاس ده على الفريق تقريبا بيوصل لأعلى مستوياته دايما في حضور الجمهور وعشان الجمهور. تأثير الجمهور كبير جدا، وده لازم نشكرهم عليه. ومارسيل كولر دايما بيقول في كل حواراته معايا وفي كل مكالماته معايا دايما بيقول ان جزء كبير جدا من الألقاب والنجاحات اللي احنا بنحققها مع النادي الأهلي ده راجع لجمهور النادي الأهلي.